بسكوت العيد، بسكوت النشادر يا بسكويت، كل سنة وانتوا طيبين. أحلى بسكوت بسكوت النشادر بتاع زمان. مهما اخترعنا بسكوت ومهما حاولنا نغير في المقادير ونجدد في الألوان والأشكال، ما بنستغناش عن حاجة زمان، ومنها بسكوت زمان وكحك زمان. تعالوا أقول لكم بسكوت النشادر ومقاديره زي ما اتعلمناها من أيام زمان، وإن شاء الله تعجبكم ويكون فيه الشير ولايك. معايا كيلو سمنة، شلت منه كوباية سمنة، وحطيت كوباية زيت عشان يخلي البسكوت كده مقرمش ومحرمش كده ويخرفش في ايديكي وقدام الحبايب كده ما يبقاش طري. ومعانا كيلو سكر طحنته، ويا ريت لما تطحنيه تنخليه كمان علشان ما يبقاش فيه اي خشونة ولا اي تكتلات. وادانا له كده ضربة بالمضرب السلك علشان بس ما يعفرش معانا. وبعدين نشتغل بالمضرب الكهرباء عليه كده بقى، ونشتغل عليه لغاية ما يبقى كده كريمي وجميل. ده شغل البسكوت والحاجة الأصلية يا جماعة. اخدمي الحاجة وانت بتعمليها، تاخدي أحلى طعم وشكل ولون. مع المقادير، خدمة الحاجة واحنا بنعملها بتعمل. الوقت أنا ضربتهم مع بعض. معايا على الكيلو السمنة والكيلو السكر 12 بيضة، ممكن تخلوهم 10 كبار، ولو عندك بيض بلدي بقى خلوهم 15. فأنا عاملة 12 بيضة لأن مش البيض كبير قوي. نضربهم كويس قوي برضو بالمضرب. كل ما تضربي، كل ما تحطي حاجة وتضربي اشتغلي حلو كده. معايا 4 ورقات فانيليا. انا ما كترتش الفانيليا علشان هحط ازازتين ريح الموز. بسكوت زمان حلاوته في ريح الموز والريحة الجميلة اللي بتهب منه كده وانت بتسووه، بتهب منه وانت بتطلعيه. هنحط كمان حوالي نص معلقة أو أقل أو ربع معلقة لون الطبخ الأصفر بتاع الحلويات، علشان يديني صفار بسيط كده، ما تكتريش. يعني تصفري حاجة خفيفة. هنضربهم مش هيبان. بعد ما نضربهم يا جماعة، وزي ما قلت لكم كل ما نضرب في الحاجة في البسكوت بالذات كل ما يحلو معانا. هنحط بقى كده 2.5 كوباية سمنة لبن، ونسيب نص كوباية، يعني 3 كوبايات لبن معاهم كيلو سمنة، كيلو سكر. حط روايحك زي ما انت عايزة. تبدلي من السمنة حتة سمنة أو كوباية تبع المقدار بتاعك، وتحط شوية زيت مكانهم، ونضرب ادينا كده. ونيجي بعد كده معانا بقى نص كوباية لبن التانية، نحط فيها 3 وقيات خميرة، يعني يعتبر تمن كيلو تمنة. أو يعتبر معلقة كبيرة ملانة لكل كيلو. معلقة كبيرة كده هرمية ملانة لكل كيلو نشادر. نحط معاهم زي ما أنا حطيت كده 3 معالق كبار بيكنج باودر، أو ما يعادل 3 بكاوي بيكنج باودر. يبقى 3 وقيات نشادر اللي هم تمنة، مع 3 بيكنج باودر، مع كيلو سمنة، مع كيلو سكر مطحون، مع الروايح التانية. وقلنا نبدل من السمنة زيت، شوية زيت. ونضرب بسرعة بسرعة بقى كده. بعد ما فضينا النشادر هنبدأ نغطيها بسرعة اهي، نقلبها في نص كوباية اللبن ونفضيها. وهمتك انك انت تغطيها بسرعة بالدقيق علشان الريحة ما تطلعش بره. يا جماعة النشادر لازم تطلع خمريتها وشديتها في قلب العجينة في الفرن. فلازم تغطيها او تكوني حطاها وتقومي مقلبة عليها على طول المعجون الكريمي اللي معاكي.
نخلنا الدقيق طبعا علشان ما يبقاش فيه حاجة متكتلة أو حاجة. وفي نفس الوقت آه، بيبقى كده داخله هوا فياخد راحتك فيه. طبعا احنا ما بنعجنش البسكوت، احنا يا دوبك كده زي ما بنجمعه على بعضه. شفتم؟ بجمعه على بعضه لغاية ما يديني شكل العجينة بتاعته الجميلة ديت من غير عجين، علشان ما نطلعش المادة اللي في الدقيق اللي بتخليه يبقى له عرق والبسكوت يبوظ. يا دوبك كده جمعناه مع بعضه اهيت، بسم الله ما شاء الله، ما عادتش بتلزق، وسايبه حوالين منها نضيفه اهيت في الطبق. نغطيها بقى ونسيبها في جنب كده بعيد عن الحراره، ونبدا نشغل بقى كده ايه مكانتنا. ندهن الصاج اول مره، هنا اول مره بس زيت خفيف جدا. ما تدهنوش بعد كده علشان ما تكترش الزيت والبسكوت يبرش منك ويفتح. عشان البسكوت كده تفضل متوازنة كده واخدة راحتها، تعملي زي ما انا بقولك كده. تدهني اول مرة وندخله بقى على درجة حرارة الفرن، نولعه على درجة حرارة عالية، ونحط الصواني على الشبكة في النص، ونولع من فوق بس نوطي الحرارة من فوق. آه، ناس تقول نولع من تحت ونبقى نولع من فوق بعدين، لا، ولعي فوق وتحت، وحطي الصينية في النص. الصينية بتاخد لها حوالي من 7 دقايق 8 دقايق، ما بتكملش، وبيطلع معاكي أجمل بسكوت نشادر. إن شاء الله يعجبكم ويكون فيه شير ورايت وكل لايك، وكل سنة وانتم طيبين. شوفوا قلب البسكوت عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يا ريت يعني يعجبكم وإن شاء الله يكون فيه متابعة للقناة، ويكون فيه حاجات أحسن وأحسن وأحسن. وكل سنة وأنتم طيبين، وبعودة بعودة يا رمضان. وبسكوت العيد يا بسكويت، وكحك العيد يا غريبة وبسكويت. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.